السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اول حاجة كده هنبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة هنعمل خميرة الفول، من اسهل وانجح الخمائر اللي ممكن تعمليها هي بالفول. ففي طبعا اللي بيعملها بالحمص و... وبالسمسم وكده انا بصراحة كنت بعملها بالسمسم. فالنهاردة كده معايا فول، انا جبت فول الحلويات ب5 جنيه، يعني كتير جدا. هنعمل منه هيفضل منه كمان. حطيت هنا حوالي 3 معالق، انا كنت طحنتهم في الكبة، او انتم ممكن تدقيهم في الهون، ما يبقاش ناعم خالص، يعني يبقى متكسر كده تكسير. معايا هنا كوباية لبن انا غليتها، يعني بتجيبيها من على النار بتغلي على طول على البرطمان. يكون معاك برطمان مغسول ومتعقم نظيف، وبتحط اللبن على طول هو بيغلي من على النار على البرطمان على طول. زي ما انتم شايفين اهو، مش متحملة السخونة بتاعة اللبن عشان بيغلي طبعا. هنحط اللبن في البرطمانة وهنقفل عليه كويس، ما يفتحش طبعا البرطمانة دي خالص الا بعد ما تختمر. ما ينفعش كل شويه نكشف عليه. انتوا شايفين طبعا برطمانة شفافة، او احسن حاجة انك تعمليه في برطمانة جزاز شفاف عشان تبص عليه من بره تشوف الخميرة اتفاعلت ولا لا. ما ينفعش نعملها في اي حاجة غير الجزاز عشان نبص عليه كده من بره نشوف اختمرت ولا لا. زي ما انتوا شايفين اهو، قلبتها وارجعها مكانها تاني في المطبخ، وكانت في اقل من ربع ساعة كانت مختمرة. زي ما انتوا شايفين يعني ما بتاخدش وقت ولا حاجة، يعني مش صعبة في عملها. فانا غطيتها كده بالطاقية صوف يعني نظيفة، او انتي ممكن معاكي فوطة او اي حاجة كده تكون تغطي بيها البرطمان وتحطيها في ضرفة المطبخ. طبعا احنا الجو صيف وكده، فمش محتاجين يعني ان احنا ندفي مكان وكده. انت عندك في المطبخ هتلاقيها اختمرت ما شاء الله. يعني انا كنت عاملاها الساعة 2 الظهر، كانت على 1 بالليل، كانت ما شاء الله كانت اختمرت. بس انا سبتها يعني الساعة 6 الصبح اشتغلت فيها. زي ما انتوا شايفينها عملت قرص كده من فوق، لم الفول واللبن كله من فوق، والمية كده من تحت. هتلاقي البرطمانة فيها مية فصلت كده من تحت، واضح زي ما واضح قدامكم كده. فكده دليل على نجاح الخميرة، ان هي اختمرت ما شاء الله وجميلة يعني. بتلاقي الفول كده كله طلع من فوق واللبن فصل وعمل مية كده من تحت. كده تعرف ان الخميرة بتاعتك ناجحة. هنا حطيت انا حوالي 5 معالق كبار دقيق، واحط عليهم مية تكون دافية مش سخنة يا جماعة، تكون مية دافية عشان ما تفسدش الخميرة. هنحط شوية مية كده وهنقلبها، هنخليها زي عجينة الكريب كده، متبقاش تخينة خالص او خفيفة سايلة. وهنقلبهم. مش محتاجة تقليب كتير، يا دوب بس الدقيق يختفي مع المية وخلاص. فخميرة الفول دي حلوة جدا وما شاء الله، يعني بيخبز عليها كذا حد. يعني لو انت مثلا عايزة تخبز انت وامك واخواتك، او حد من جيرانك مثلا، بتديه من نفس الخميرة يعني. تديه حتة من العجينة دي. احنا لسه هنشوف طبعا باقي الخطوات معانا. شايفين ما شاء الله اختمرت واتفاعلت ازاي. كانت البرطمانة نص العجين، فهتلاقيها ملت البرطمان كده ما شاء الله في اقل من ربع ساعة كانت تختمر. ففي المرحلة دي احنا بنكون طبعا مجهزين السمنة والدقيق وكل حاجة جاهزة على العجين على طول. فالخميرة دي حلوة يعني. زي ما معايا كده شوية دقيق حوالي 2 كيلو، فانا هعجنهم. ومن العجينة دي قبل انت ما تحطيها في العجين بتاعك بتسيبي منها شوية، بتسيبي منها يعني جزء. لو حد عايز يعجن معاك يعني يخبز في نفس الوقت بياخد، بتسيبي له حتى، يعني بتملي البرطمانة دي مرة تاني وبتديها له هو بيعجن عليها طبعا تاني. لو اي حد عايز يعجن يخبز معاكي فبيعجن عليها عجين طبعا وما شاء الله يعني حلوة جدا. ممكن كمان كذا حد يعجن عليها نفس البرطمانة وياخدوا منها كذا حد يعجن عليها. فهي بتتفاعل بسرعة وجميلة جدا يعني. انما خميرة السمسم بتعجني عليها العجين بتاعك انت بس. يعني انت لو عملتي خميرة سمسم ما ينفعش تدي منها حد، يا دوب لعجينك انت بس، عشان خميرة السمسم خفيفة جدا. انما خميرة الفول ما شاء الله حلوة يعني، نعجن عليه كمية. هنا احنا طبعا يا دوب بنلم الدقيق، مش هنفضل نعجن كتير.
نلم الدقيق بس عشان نحط الخميرة. ففي ناس كتير يعني مش بتعرف تعمل الخميرة دي او بتخاف منها، فهي سهلة يعني مش محتاجة، ما فيهاش اي صعوبات. والجو صيف دلوقتي طبعا وسهلة جدا، انت ممكن تعمليها الصبح يعني تعجني عليها بالليل، في اقل من 10 ساعات بتكون مختمرة. زي ما انتوا شايفينها العجينة مش تخينة خالص يعني، نخليها سايلة شوية كده. وهنا طبعا انا زعلت جدا ان انا يعني مرحلة العجين انا ما شفتوش معايا الخطوات دي. فهنا كان العجين ما شاء الله انا عجنته واختمر يعني في اقل من ربع ساعة كان مختمر. كان معايا حوالي 6 كيلو لبن عشان انا ما شاء الله عاملة كمية، وكان معايا كيلو سكر، وكان معايا 3 معالق كبار كركم، وكان معايا كيس كمبودر، وكان معايا معلقة كبيرة ملح. هنقلبهم كلهم كده في بعض، نحط اللبن طبعا يكون دافي، وهنحط السمنة. انا كنت جايبة 2 كيلو سمنة للدهن وللعجن يعني، فانا عملت منهم بقى في الباقي البرطمان يعني باقي سمنة يعني انا حطيت هنا كيلو في العجين، كيلو سمنة في العجين. وخليت باقي العجين انا دهنت باقي السمنة، دهنت منها الصواني وبدهن كده منها انا وبقطعه كده يعني، ففضلوا شوية صغيرين يعني في البرطمان. فهنا ما شاء الله احنا كنا قطعنا ونحط جنبينا في الارض، مش بنودي في شمس او اي حاجة، فهو جنبينا كده بيخمر. طبعا احنا اللي حطيناه في الفرن واستوى، طبعا طلعناه زي ما انتم شايفين وعملناه، نحطه كده عشان نتحمص في الفرن عشان ننجز بسرعة يعني. بسم الله ما شاء الله يعني كان جميل جدا وطعمه حلو خالص. في صينية احلى، متكلميش. واضح قدامكم طبعا كل حاجة، وانا بس يعني ان شاء الله لما اعمله تاني كده هوريكم طريقة عجن الكحك بالبداية يعني. فانت بتخلي من الكحك ده ممكن تخلي شوية طري يعني، بيبقى جميل جدا اول يوم يتاكل وكده، بيبقى حلو جدا يعني مع اللبن وكده، لما تغمسيه في اللبن وكده يعني. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني احنا انجزنا. يعني احنا شغالين طبعا، اللي بيخمر طبعا بنرميه وكده يعني. فلو انتوا شايفين ان الفيديو ده يستاهل لايكات فحطوا لايك. مع السلامة.